لو بتستثمر في السوق الامريكي اسمعني كويس ان اللي حصل في بركشاير هاثاواي مش تغيير اداري عادي، دي لحظة تاريخية هتأثر على مليارات الدولارات في السوق. وارين بافيت انجح مستثمر في العصر الحديث قرر يستقيل من رئاسة شركة بركشاير هاثاواي بعد أكتر من 60 سنة كان فيها هو البوصلة الأخلاقية والاستثمارية لناس كتير حوالين العالم. بس تعال نبص على حجم الشركة دي. بركشاير ماسكة أصول بتتخطى ل 1.15 تريليون دولار، وقيمتها السوقية دلوقتي وصلت لحوالي 1.1 تريليون دولار. الشركة دي لوحدها ماسكة حصص ضخمة في كوكاكولا وأبل وشيفرون وبنك اوف أمريكا واتش بي وكرافت هاينز. يعني باختصار أي حركة فيها السوق كله بيتنفض. دلوقتي بافيت قرر يسلم القيادة لجريج ايبل، راجل إداري كويس شغال مع بافيت من زمان، بس ما فيش دليل ان عنده نفس الرؤية الاستثمارية او الحدث اللي كان عند بافيت. طب يا ترى فين القلق؟ واحد، السياسات. احنا في عهد ترامب والدولة ماشية بسياسات اقتصادية قومية جدا، دعم مباشر للشركات الامريكية وهجوم مفتوح على اي نفوذ اسيوي خصوصا الصين. بركشاير كانت بدأت تستثمر في شركات يابانية وكان عندها نظرة عالمية. هل ده هيكمل ولا جريج هيمشي على خط السياسة ويبدأ يقلص الاستثمارات الخارجية؟ هل قراراته هتكون مالية بحتة ولا متأثرة بضغوط سياسية أمريكية؟ 2. فلسفة الاستثمار. بافيت عمره ما وزع أرباح، كان بيحتفظ بالكاش ويستثمره لما السوق ينهار. هل جريج هيكمل على ده ولا يرضي المساهمين ويبدأ يوزع أرباح؟ وده لو حصل هيأثر على القيمة المستقبلية ازاي؟ 3. الذكاء الاصطناعي. بركشاير متأخرة قوي في استثمارات الاي اي، مفيش انفيديا، مفيش مايكروسوفت، مفيش اوبن اي اي. هل ده هيبدأ يتغير ولا الشركة هتفضل تقليدية في سوق بيتغير بسرعة خرافية؟ الخلاصة، اللي حصل ده مش استقالة مدير، ده انتقال قيادة في شركة بتمثل أكتر من تريليون دولار في الاقتصاد. فلو انت مستثمر أو حتى بتتفرج على السوق من بعيد، تابع بركشاير كويس، لأن الاتجاه اللي الشركة دي هتمشي فيه ممكن يكون بوصلة للسوق كله في السنين اللي جاية.